والدة أشرف حكيمي تقوم بتوديع كيليان مبابي يخطف الأنظار. خاض كيليان مبابي مباراته الأخيرة في معقل نادي باريس سان جيرمان ملعب بارك دي برينس عندما واجه الفريق نظيره تولوز الأحد الماضي، وخسر النادي الباريسي أمام ضيفه تولوز بنتيجة 3-1، إلا أن رفاق مبابي قد احتفلوا بتحقيق لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم 2023 و2024 عقب نهاية المباراة. وخلال الاحتفال حرصت والدة اللاعب أشرف حكيمي على وداع كيليان مبابي الذي قرر الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان بعد أن قضى 7 سنوات معه. وأظهر فيديو تم تداوله على منصة إكس والدة حكيمي وهي تعانق مبابي قبل أن يتحدثان معا. وتربط اللاعب المغربي ونظيره الفرنسي علاقة صداقة قوية داخل المستطيل الأخضر وخارجه، وسبق أن تمت مشاهدة هذا الثنائي في عدد من الرحلات خلال العطلة الصيفية. وكان جمهور النادي الباريسي قد ودع أيضا لاعبه البالغ من العمر 25 عاما، إذ رفعوا تيفو خاص بمبابي ورددوا هتافات له ووجهوا له التحية، في حين باد لهم كيليان مبابي نفس التحية.